يعاني قطاع الفندقة في النجف من إهمال يصفه مراقبون بالمتعمد، بينما تحولت معظم الفنادق إلى مرافق استثمارية أخرى، حيث تواجه عشرات الفنادق في النجف خطر الاندثار بعد إغلاق 64 فندقا في المحافظة نتيجة انحسار عملها وغياب الدعم الحكومي لها. أسباب تعددت وأسهمت بتدهور أوضاع هذا القطاع المهم ذي المردود الاقتصادي الحيوي. النجف تحتوي الآن 286 فندق، 64 فندق أغلقت قبل كورونا، أيام كورونا وأيام المظاهرات كان العدد الكلي 350 فندق. 286 تحتوي على جميع الدرجات. كل الحكومات المتعاقبة من 2003 لحد الآن ما رعت هذا القطاع السياحي، ولذلك هو ماشي للاندثار، وإلا ما معنى 64 فندق تنقص تتحول إلى بارك أو مستشفى أو مول أو مخازن. خبراء في الشأن الاقتصادي قالوا إن قطاع السياحة يعتبر من الروافد المهمة اقتصاديا للبلد، إلا أنه يعاني الإهمال، مشيرين إلى حاجته إلى قرارات حكومية حقيقية تجعل من الطريق سالكا أمام القطاع الخاص من خلال عدة إجراءات بهدف جذب السواح العرب والأجانب. يجب أن نوصل إلى مرحلة نزرع الثقة بالقطاع الخاص. القطاع يعني السياحة صدقني إيراداتها ممكن تكون موازية لإيرادات النفط، صناعات ضخمة تبعات بها السياحة. هاي الشباب الآن كم طالب عندك الآن سنويا خريج سياحة؟ وين؟ بالشوارع. فإحنا اليوم مقصرين، مؤسسات السياحة فاشلة. روح سجل ياخذ منك رسم أكثر من هذا ماكو، كل شيء ما يسوي لك، ما مطين صلاحية. وأنا مطلع عشت في أوروبا وعشت في دبي، القطاع السياحي في القطاع الخاص هو المسؤول عنه. ويؤكد مختصون أن أياد خفية تحاول إنهاء القطاع السياحي في العراق، والذي يعد مضاهيا للقطاع النفطي من خلال محاربة المقومات التي يستند عليها. من النجف محمد الغاربي، وان نيوز.